لو طلبت منك انك تقول لي 5 حاجات بس حلوين جدا في حياتك، هتاخد وقت على ما تفكر، وممكن ما تقوليش ال5 حاجات، تلاقي بس 2 أو 3 أو 4. على عكس لو سألتك وقلت لك قول لي بس 5 حاجات وحشين في حياتك أو مسببين لك إزعاج، انت هتقول لي 15. ليه ده بيحصل؟ ليه مخنا دايما بيكون أسهل عليه إنه يفكر في الحاجات الوحشة ويحس بالمشاعر السلبية، النكد زي القلق والتوتر والحزن؟ ليه ده على مخنا أسهل؟ الإجابة السريعة والمباشرة علشان مخنا بيحب المشاعر السلبية زي الخوف أو القلق أو الحزن، بيحب المشاعر دي أكتر من المشاعر التانية. والسر في كده هو كلمة واحدة، وهي الانتعاشة. من لما يكون في إحساس عالي مخك بيكون متكيف، حلو ووحش، غضب فرح، الاتنين عنده زي بعض. بالنسبة لمخك مفيش حلو ووحش. طيب ليه ما يبقاش ان العادي ان الناس تحس دايما طول اليوم، معظم الناس يحسوا ان هم يعني حاسين بسعادة او استمتاع او بسلام داخلي؟ ليه دايما العادي ان الناس بتكون مكتئبة او حاسة بنكد او حاسة بقلق او توتر او خوف؟ إجابة السؤال ده يا صديقي هنرجع نجيبها من ايام طفولتنا. فاكر في أيام طفولتنا كان عندنا لغة وحيدة بنتكلم بيها، لغة مكونة من كلمة واحدة أو فعل واحد. اللغة دي لو تفتكر هي العياط. كنا نزعل نعيط، عايزين ننام نعيط، جعانين نعيط، صح؟ كان أي موقف أو أي مشكلة بتقابلنا بنعيط، وغالبا ما كان بيتبع العياط ده إن حد يلبي لنا احتياجنا فنحس بيه رضا. ودي أول حاجة بيتعلمها عقلك، وهي إن التعاسة ممكن تكون الحل. أنا واجهتني مشكلة إن أنا جعان، الكلام ده وأنا كبيبي، واجهتني مشكلة إن أنا جعان، عيطت، فالمشاعر السلبية دي شدت انتباه ماما، خلتها تأكلني، فبالتالي شبعت، فبالتالي المشكلة اتحلت. فالبرنامج ده عند معظمنا للأسف لسه شغال. لما تواجه مخك مشكلة هو حافظ شوية مشاعر كده متعود عليها أيام ما أنت كنت بيبي، اللي هي الإحساس بالعجز أو عدم القدرة، ده اللي بيخلي المشاعر السلبية مألوفة بالنسبة لمخك، فبتكون أسهل له اللي هو يحس بيها. عشان كده انت كان سهل عليك انك تعد الحاجات الوحشة في حياتك دلوقتي اسهل من انك تفكر في الحاجات الحلوة، صح؟ انت لاحظت ان مخك خد وقت، لكن الحاجات الوحشة سهلة انه يفتكرها. طيب تعالى بقى ارجع معايا للكلمة اللي انا بدأت لك بيها الفيديو، وهي كلمة الانتعاشة. قلت لك مخك لما انت بتحس باي احساس عالي، سواء كان غضب او خوف او متعة، 3 حالات دول بالنسبة لمخك زي بعض، اهم حاجة احساس عالي وخلاص. ولما تحس باحساس عالي مخك بينتعش، فهو بيحب الحالة دي جدا. طيب إذا كان الموضوع كده بقى، ليه مخنا ما يحبش إنه يخلينا دايما في حالة سعادة عالية؟ طالما هو بيحب الإحساس العالي أو الانتعاش، ليه دايما هو بيحب إنه يكون حزين جدا أو خايف جدا أو قلقان جدا؟ دايما مخنا بيجيب لنا الأفكار بتاعت القلق أو الخوف على طول في دماغنا أسهل أو أكتر من الأفكار الحلوة، لأن الأفكار السلبية أو المشاعر الوحشة السلبية زي القلق أو الخوف أو التوتر دي بتكون إدمانية، وده بسبب هرمون اسمه الأدرينالين اللي كنت اتكلمت عنه في فيديو تاني بالتفصيل. الفيديو ده أنصحك جدا إنك تشوف الفيديو ده عشان تفهم كل حاجة عن الهرمون ده وعن اللي بيعمله في جسمنا. ولكن دلوقتي باختصار هنكتفي إن احنا نقول إن الأدرينالين ده مخصص لسبب واحد وهدف واحد، إنه ساعة الخطر، ساعة المشكلة، لما يكون في حاجة بتهدد حياتك، يديك طاقة كبيرة جدا تتعامل مع الموقف ده. الكارثة بقى إنه الهرمون ده بيدمر كل حاجة في الجسم، عشان كده هو مصمم إن هو يشتغل بس بشكل طبيعي وبشكل صحي، إنه يشتغل بس لفترة صغيرة لغاية الخطر ما يروح وخلاص يقف، عشان الجسم ما يبصش. زمان أيام ما الإنسان كان عايش في الكهف أو عايش على جمع الثمار وصيد الحيوانات، كان الخطر هو إن يشوف أسد، مجرد ما الخطر ده راح خلاص الإنسان عايش في الكهف بتاعه متكيف. لكن دلوقتي انت ممكن لو محدش عمل لك لايك على البوست بتاعك يكون ده بالنسبة لك خطر، ممكن لو واحدة قالت لك انت في حباية في وشك يكون ده بالنسبة لك خطر. عندنا الأخطار بقت كتيرة وكل يوم، فالأدرينالين عندنا طالع في جسمنا كل يوم. افتكر معايا ان الأدرينالين ده بيسبب ان الشعور، طبعا في الحالة دي هيكون شعور سيء، انه يكون عالي فمخك يحبه. والكارثة اللي بيجيب الإدمان هو وجود الهرمون اللي هو أخو الأدرينالين اللي هو اسمه الدوبامين، وده بتاع الإدمان. مشكلة حصلت، أدرينالين طلع، مخك انتبه، في دوبامين
مخك هيعوز يكرر الموضوع تاني حتى لو مفيش خطر حقيقي. ليه؟ ما انت ممكن يجيب لك فكرة، مخك ممكن يديك فكرة بس في دماغك تطلع لك كل مشاعر القلق اللي عندك اللي في الدنيا، فبالتالي ايه اللي يطلع؟ ادرينالين عشان يواجه الخطر اللي هو اصلا في دماغك، ومن هنا مخك يتعود اكتر على المشاعر الوحشة زي القلق. ايه اللي بيخلينا نحس بوحدة؟ وليه دايما حتى لو في ناس حوالينا كتير برضو ده مش هيمنع ان احنا نحس بوحدة؟ ده علشان احساسك بالوحدة ده مش بسبب انك بعيد عن الناس، ولكن ده علشان انت بعيد عن نفسك وعن الحياة اللي هم نفس الحاجة. خليني في الفيديو ده اشرح لك اقصد ايه بكلامي ده. انفصالك عن الحياة، وهشرح لك دلوقتي حالا يعني ايه اللي انا اقصده بانفصالك عن الحياة. الانفصال ده هو اللي بيحسسك انك لوحدك في عالم مخيف، ممكن اي حاجة وحشة تحصل لك في اي وقت. لو قدرنا ان احنا ننهي الانفصال ده، هقول لك برضو حالا ازاي نعمل كده. لو قدرنا ان احنا ننهي الانفصال ده، بتبدأ ان انت وجودك لوحدك مش بيسبب لك وحدة، ولكن بالعكس انت بتبدأ انك تستمتع بكونك لوحدك. في ناس حواليك رائع، حاجة جميلة جدا، هتستمتع بوجودك معاهم. مفيش ناس معاك، حاجة رائعة برضو، هتكون مبسوط وانت قاعد لوحدك بتستمتع بالموضوع ده. ازاي بقى احنا ننهي الانفصال ده؟ وقصدك ايه بالانفصال ده عن الحياة وعن نفسك والكلام العميق ده؟ قبل ما اقولك ايه الانفصال ده وننهيه ازاي، خليني الاول اكلمك عن حاجة اسمها الاتصال الوهمي. لو فتحت موبايلك دلوقتي، دخلت على ماسنجر او فيسبوك او واتساب اي حاجة، هتلاقي كل الاشخاص اللي عندك ومكتوب جنبهم كل واحد connected يعني متصل صح؟ من هنا بقى بدأنا ان احنا نفهم حاجة بشكل غلط او نتوهم حاجة. هل معنى ان فلان ده متاح ان انا اكلمه او قاعد جنبي ده معناه ان انا متصل بيه؟ ده اتصال وهمي. طيب كده عرفنا الاتصال اللي هو وهمي اللي هو ماشي. قول لي بقى المفروض الاتصال اللي هو بجد، الاتصال الحقيقي ده بيكون شكله عامل ازاي؟ شوف يا سيدي، انا بشوف ان الاتصال هو الانتباه او الوعي. مفيش انتباه مفيش وعي مفيش اتصال. معنى كده ان مش كل اتنين بيكلموا بعض يبقى هما متصلين مع بعض. هل انت فعلا وانت بتكلم حد انت سامعه، ولا انت بتبقى وهو بيتكلم بتحضر في دماغك اللي انت هترد عليه بيه؟ اسألك سؤال، هل في اي وقت غير دلوقتي؟ هل في اي حاجة ممكن تحصل في اي وقت غير دلوقتي؟ يعني مثلا بعد 10 دقايق هتكون فين؟ هتكون دلوقتي برضه مستني، برضه بتعمل يعني ايه، حاطط دماغك الحاجات الاكبر، لكن اللحظه دي عاديه او مطنشه بكل اللي موجود فيها بقى. طب لما توصل بقى ساعتها هتبقى برضه في اللحظه العاديه اللي مش مهمه دي، او طبعا تبدو وكانها مش مهمه. هنا انا عايزك تفصل ما بين اللحظه دي اللي هي اللي فيها الحياه، الزمن نفسه، وبين الحدث اللي في دماغك او المشكله اللي في دماغك او الحاجه اللي بتحصل. انا بتكلم على اللحظه نفسها بغض النظر عن ايه اللي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي ممكن يكون وحش او مؤلم، تمام، بس كونك رافض الحاجة نفسها ده شيء، وكونك رافض اللحظة اللي انت فيها، انت مش عايز تكون هنا، مش عايز تكون دلوقتي، ده حاجة تانية. انت كده بترفض الحياة، لان زي ما قلت لك الحياة جاية من كلمة حي. الحياة موجودة، مش موجودة في اي حتة غير دلوقتي، في اللحظة البسيطة اللي انت شايفها تافهة. ايا كان اللي في خيالك، الحاجة اللي شغلة دماغك، ساعة ما تبدأ تعيشها دلوقتي. فبالتالي مش شايف معايا كده، اسألك سؤال كده واسألك سؤال، يعني اخد رأيك ان اهم علاقة المفروض تهتم بيها، تبدأ كده تهتم بعلاقتك باللحظة اللي انت فيها. انت شايفها ازاي؟ يعني تعالى كده نعمل اللحظة دي كأنها طرف تاني، كأنها شخص. انت علاقتك ايه باللحظة دي اللي هي اللحظة الحالية اللي انت فيها موجود دلوقتي؟ هل انت شايفها حاجة نفسك تخلص منها؟ طب دور كده في نفسك وقول لي، هل شايفها عقبة اللي هو بعمل بس دي ماشي، ما انا بعمل حاجة عشان انجز، عشان اخلص واخش على اللي بعدها؟ طب هل شايفها حاجة كأنها عدو ليك؟ فبما ان الحياة دايما في اللحظة دي، وانا علاقتي بايظة باللحظة دي، يبقى انا علاقتي بايظة بالحياة. رد عليا بقى وقول لي، طالما علاقتك بايظة بالحياة، انت عايش في دماغك وفي الحاجات اللي بتكرهها والحاجات اللي بتحبهاش والحاجات اللي نفسك فيها والحاجات اللي مش عاجباك في شخصيتك والحاجات اللي انت حاببها في شخصيتك، في حياة بقى، في حياة شغالة دلوقتي. النتيجة ايه بقى؟ الطريقة دي في العيشة، النتيجة اللي انا خايف دايما خايف، دايما حاسس ان في ممكن اي حاجة وحشة تحصل في اي وقت، لاني بعيد عن الحياة. ومن هنا نرجع بقى لسؤالنا اللي هو ازاي نوقف او ننهي الانفصال عن نفسنا وعن الحياة. الحل في انك تفضل منتبه للحظة دي اللي هي دلوقتي، اللي مفيش غيرها، اللي انت بتعمل فيها اي حاجة. تبدأ منتبه للحظة دي او واعي ليها
فقط. وهنا انا بكلمك على وعي نقي، مش وعي ان انا منتبه ان انا بعمل حاجة بس في الخلفية في عقلي انا بنجز عايز اخلص. لا، انت واعي وساكت. السر في ده وعي او انتباه صامت. ماشي، يعني هو قال لي ابدا دايما اكون واعي للحظه اللي انا فيها ومركز فيها، فركزت كده دقيقتين 3 وبعد كده خلاص. طبعا مستحيل تلاقي نتيجة ومستحيل هتتحسن في اي حاجة، ولكن تدريجيا، النهاردة 5 دقايق، بكرة 7 دقايق، رجعت تاني، قعدت شهرين في المود القديم اللي انت متعود عليه، بس رجعت تاني فجأة بعد شهر قلت صح، افتكرت الكلام الشخصية دي اللي هي كانت بتقول على اليوتيوب، فكرت انك تبدأ تاني. فقعدت مثلا 2 3 طول شغلك واعي بس للحظة اللي انت فيها دي، وبتعمل كل حاجة بانتباه صامت، بتعمل كل حاجة كأنك انت اخترت انك تعملها. الكلام ده تقدر تطبقه في اي حاجة بتعملها في يومك، كل حاجة هتبقى سهلة. بس الحياة سهلة طول ما انت فيها، طول ما انت موجود دلوقتي، لان زي ما قلت لك الحياة هي دلوقتي، مش هتعرف تعمل اي حاجة الا وانت دلوقتي. فخليك في الحياة في اللحظة دي. اتحداك انك تحس انك وحيد، هتحس باحساس من الاتصال اللي هو بقى ملوش علاقة في ناس حواليك ولا لا. انت ممكن تكون سمعت قبل كده عن التقبل، او سمعت ان دي حاجة ممكن تخليك عايش دايما في سلام داخلي دائم او سعادة دائمة. ولكن انت لو شخص رافض الكلام ده على اساس ان دي حاجة غلط، هو ازاي احنا نقبل كل حاجة وحتى الوحش نقبله؟ امال هنطور من نفسنا ازاي وهنحسن من نفسنا ازاي؟ او على اساس ان دي حاجة صح وكل حاجة ولكن مستحيلة. ازاي يعني انا حاجة مؤلمة جدا حصلت لي اقبلها؟ الكلام ده مستحيل طبعا انه يتطبق. لو انت فعلا الشخص ده او انتي الشخص ده، فاحنا محتاجين نتكلم مع بعض شوية. انا هدفي من الفيديو ده هو اني اشاور لك على مكان فيه فعلا احساس من التقبل الدائم والسلام الداخلي الدائم والسعادة الدائمة مهما حصل حواليك. ولكن زي ما بقولك، انا هدفي ان اشاور لك على المكان ده. انت بقى تروح ما تروحش دي بتاعتك. وخلينا نبدأ دلوقتي. اولا عايزين نعرف ايه هو التقبل ده عشان نكون فاهمين انا وانت احنا بنتكلم عن ايه. وقبل اي حاجة، تقبل ايه بالظبط؟ طبعا انت ممكن يكون عندك الفكرة اني انا اقصد تقبل الحدث او الموقف اللي بيحصل لك، ولكن لا، مش ده التقبل اللي انا اقصده هنا. التقبل اللي انا اقصده مش للموقف اللي بيحصل لك، ولكن للحظة اللي انت فيها. كوني رافض الموقف اللي بيحصل لي ده حاجة، وكوني رافض اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي عاوز أزقها بأي شكل عشان تعدي، ده شيء تاني. مش المقصود بالتقبل إنك تتقبل الحاجة الحدث الحلو أو الوحش، إنك تتقبل اللحظة اللي أنت فيها، اللحظة دي بس مش كمان دقيقة ولا كمان دقيقتين. فده يودينا لفين؟ يودينا إن أنا ما عنديش مشكلة أكون هنا، فبالتالي اقدر اعمل ايه في اللحظة دي عشان احل او عشان اغير. فبالتالي اصبح التقبل للحظة اللي انا عايش فيها دلوقتي بس، مش كمان دقيقة، اللحظة دي بس، هو نقطة التغيير اصلا. المكان اللي انا ببدأ منه علشان اغير الموقف، مش اغير الموقف من مكان رفض او مكان ان ده ما ينفعش يكون بيحصل لي دلوقتي. النقطة التانية اللي حابين نفهمها كويس عن التقبل قبل ما نعرف ازاي نتقبل كل حاجة، هي ان التقبل حاجة انت ما ينفعش تعملها مباشرة. هكرر دي تاني، التقبل انك تكون قابل الحاجة اللي بتحصل في اللحظة دي بغض النظر حلوة او وحشة. الحالة دي انت ما تقدرش توصل لها بشكل مباشر بوعي عن قصد، ده حاجة نتيجة لعقلية معينة بتكون عندك، فالتقبل ده بيظهر تلقائيا، ودي مهمة قوي. فاحنا عاوزين مع بعض نعمل انستول او عملية تثبيت لعقلية معينة، او نغير شوية حاجات في مخنا. نتيجة للحاجات اللي هتتغير في مخنا او عقليتنا دي، هيبقى التقبل اسلوب في حياتك، اسلوب حياة دايم. انت مش بتعمل مجهود عشان تتقبل الحاجة الوحشة. واول حاجة محتاجين نغيرها هي انك تتخلى عن سياسة عقلية معينة او اسلوب معين في الحياة، وهو اسلوب التصنيف. يعني ايه اسلوب التصنيف؟ يعني دي حاجة حلوة ودي حاجة وحشة. طب ما هو مش هو ده اصلا الطبيعي ان في حلو ووحش؟ لا، مش هو ده الطبيعي. الموقف له حلو وله وحش، عقلك اللي بيديله معنى اذا كان هو حلو او وحش. واهدى عليا خالص، خد مني للاخر،
في الاخر هتربط كل الكلام ببعض. خليني اسألك سؤال، هل انت عارف فعلا او انت عارفة فعلا الحلو من الوحش بشكل مطلق؟ طب خليني اسألك سؤال كمان، هو عقلك بيحدد اذا كان الموقف ده حلو او وحش على اساس ايه؟ انا اقول لك على اساس ايه، تسمح لي؟ على اساس ان الحاجة دي بتحسسني باحساس حلو ولا بتحسسني باحساس وحش، مش كده؟ وطبعا انا هنا مش بانكر ولا بقول لك ان مفيش حاجه اسمها مواقف مؤلمه او مواقف بتسبب لك الم، لا طبعا في مواقف مؤلمه، ولكن خلي بالك الموقف المؤلم لوحده مش مشكله، المشكله اللي بيخليك تعاني هو المعنى او التعليقات اللي بعقلك بيديها لك على الموقف. فاكر زمان ايام ما كنا اطفال صغيرين، ساعه ما بيكون في رحله مثلا، طالعين رحله، بنكون متحمسين جدا، مش كده؟ متحمسين من اول ما نسمع اللي فيه رحله لغايه ما نرجع من الرحله دي. فاكر بقى لما كان في حاجه غير متوقعه بتحصل اثناء الرحله، كنت بتبقى حاسس بايه؟ مش بتحس انك فرحان اكتر او متحمس اكتر؟ حاجه غير متوقعه فبتكون كانها مفاجاه بالنسبه لك. خلينا كده نتخيل موقف، مش عارف حصل معاك قبل كده ولا لا، ان في رحله في اتوبيس مدرسي مثلا، فالاتوبيس عطل. هل هنشوف الاطفال ان هم متضايقين او مضغوطين مثلا؟ ولا انت اكيد هتتخيل معايا ان اكيد الاطفال هيكونوا مستمتعين اكتر وقاعدين بيلعبوا لغايه المشكله ما تتحل؟ على العكس، السواق ممكن تلاقيه مضغوط جدا ومتضايق جدا، وطبعا ده بشكل مبرر وده حاجه طبيعيه لانه مسؤول عن كل الاطفال دي، فبالتالي مضغوط عشان يقدر يحل المشكله. مش ده اللي انا اقصده، انا اقصد ان نفس الفعل، نفس الموقف، نفس الحدث كان ليه تاثير مختلف خالص بالنسبه للاطفال عن بالنسبه للسواق. اللي عايز اقوله ان مفيش حاجه اسمها الموقف ده وحش ولا الحاجه دي حلوه، مفيش حاجه حلوه ولا وحشه، عقلك اللي بيديها معنى فتبقى حلوه او بيديها معنى تاني فتبقى وحشه. لو انت سألت اي حد هو انت ليه كده مش سعيد في حياتك؟ يعني ليه مفيش في حياتك كده لحظات من الروقان وراحة البال والنعيم؟ اكيد هيرد عليك ويقولك علشان كل حاجة صعبة، كل حاجة بتحصل مؤلمة، الحياة مؤلمة. حتى لو انا حابب ان انا عاوز اكون رايق، ازاي وكل الألم النفسي والقلق والتعب والخوف كل ده جوايا، ازاي؟ اكيد ما اقدرش اكون رايق. لو ده كلامك او لو انت شايف ان الكلام ده ينطبق عليك وعلى حياتك، فانا بقولك انت صح، عندك حق. ولكن انا في الفيديو البسيط ده هكلمك عن ازاي انت تقدر تخلق لنفسك احساس من النعيم والسعادة والسلام الداخلي في وسط كل القرف ده، او على الرغم من وجود كل القرف ده في حياتك. طالب منك بس تديني فرصة ويلا بينا نبدأ. عمرك قبل كده لاحظت ان اللي بيحصل في حياتك شبه قوي اللي بيحصل جواك؟ يعني مثلا عمرك لاحظت لو انت شخص حاسس على طول بضغط وخوف وقلق وحسيس وحشة بشكل دايم، يعني تقريبا كل يوم، والسعادة والروقان ما بيدخلوش حياتك، هل لاحظت ان حياتك مليانة برضو بالحاجات دي؟ يعني مليانة مواقف بتضغطك ومليانة مواقف بتسبب لك أحزان. ايه السر؟ ايه العامل المؤثر؟ ولا الموضوع كده عشوائي؟ طبعا الموضوع مش عشوائي، في عامل مؤثر او قانون معين، وده اللي انا جاي اكلمك عنه في الفيديو. القانون ده يا سيدي هو ان حياتك الخارجية، اللي بيحصل في حياتك، هي مجرد انعكاس لحياتك الداخلية. يعني كل حاجة جواك، يعني اللي بره مراية للي جوه. ودي حقيقة واضحة جدا لو انت فكرت فيها، بس حاجة من الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، زي ما تقول كده عقلنا بينزل بتبرمج ان المفروض ان حاجة بتحصل في الحياة وبعد كده احنا بنحس بحاجة. يعني الحدث اللي حصل لنا ده او الموقف اللي حصل لنا ده هو اللي بيأثر علينا، وهو اللي بيسبب ان احنا نحس بإحساس حلو ولا وحش. والموضوع ده صح فعلا، ولكن الوهم او الحاجة اللي احنا مش فاهمينها انه برضو بيشتغل بالعكس من الناحية التانية. يعني مش بس ممكن موقف يحصل يأثر عليك ويخليك تحس بإحساس معين، لا، انت برضو احساسك ده هو اللي هيخلي في مواقف تحصل شبه نفس الإحساس، وبعد كده
بعد الموقف دي ما تحصل تجيب لك نفس الإحساس تاني، وهكذا، ودايرة تشتغل. ومن هنا انت اكيد ربطت حياتك مع اللي انا بتكلم عليه. اكيد انت قبل كده لاحظت ان اللي حياته حلوة بتكون حياته حلوة على طول، يعني تقريبا ما بتحصلوش حاجات وحشة خالص او قليل. وفي ناس تحس ان يخرب بيت حظكم او ايه الفقر ده، واحد ما بتحصلوش الا كوارث. فلو تتبعت الحالة النفسية الدايمة او الحالة الشعورية الدايمة او كل حاجة بتحصل جوه الشخص ده، هتلاقي شبه اللي هو الشخص اللي بيحصل له حاجات كويسة، هتلاقي شبه الحاجات الحياة الخارجية بتاعته. دايما هو جواه رايق رغم اللي بيحصل، فبالتالي تحصلوش حاجات تقلل من روقانه، بالعكس بتحصل له مواقف كتيرة تزود من روقانه. فلو انت فعلا عاوز انك تعيش حياة مليئة بالروقان والنعيم، على الرغم من وجود برضو مشاكل في حياتك، بس انت ساعتها مش هتشوفها كأنها مشاكل. لو انت فعلا عاوز تعمل الموضوع ده، ما تبصش لبره، ما تقولش ها اعمل ايه بقى، انت مش محتاج تعمل حاجه، انت محتاج تبص على نفسك. لان اي مشكله بتحصل لك، افهمني دي كويس، اي مشكله بتحصل لك سببها انك قلت لا دي حاجة وحشة او ده موقف وحش مش المفروض يحصل لي. طبعا انت مش بتقول كده بشكل واعي، مش بتقول ده حاجه مش، لا مش قصدي كده، انت عقلك بيعملها بشكل لا واعي. فلو انت دخلت في السكه دي هتفضل عايش نفسي في الموقف ده يحصل، يا رب يحصل، هسعى اني اكون مش عارف ايه، اني احقق ايه، وتكون دي مش حاجه حلوه اصلا بالنسبه للحياه، بس انت عقلك مفهمك ان هي دي سعادتك. فتبدا بقى تكافح، وتلاقي تسمع ناس تقول لك المعافره، ولازم تتعب عشان تلاقي. فانت تلاقي نفسك بتتعب ومش بتلاقي، تقول الله هو في ايه انا اتعب ما بنجحش ليه؟ كل ما توصل لحاجه بتقول ساعتها، لما بتوصل للحاجه دي بتقول ايه ده، لا انا حاسس ان في حاجه ناقصه، اكيد يبقى انا محتاج اوصل لحاجه تانية. فده اللي انا اقصده بانك تبدا تدور في اللي بره. مفيش حاجه هتحصل هتسعدك، خلي دي برضو في دماغك. اكتر حاجه عقل الانسان بينجح انه يضحك علينا بيها، هو مش بيضحك علينا، هو مش وحش، هو مبرمج على كده، ان هو يقولك بص 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 هناك، شايف الحياه دي، شايف الموقف ده، شايف لو كام حاجة دول اترتبوا يا نهار أبيض على حياتك. فتبدأ انت تقول الله يا سلام، فعلا صح، انا لازم اسعى في اتجاه هذا الهدف. وطبعا جسمك مش بيسكت، جسمك بيبدأ يطلع لك بقى دوبامين وهرمونات تحفزك انك تروح في الاتجاه ده. فطبعا انت مش بتكون رايق في الفترة اللي انت بتاخدها عشان توصل للموضوع ده، بس عقلك بيقولك انت مش رايق دلوقتي ومضغوط دلوقتي ومش سعيد دلوقتي فعلا، بس ساعة بقى ما توصل للحياة دي، وساعة ما المشاكل بتاعتك دي تنتهي، ساعتها بقى هتعرف الروقان والنعيم وكده. فالموضوع أشبه يا صديقي بالظبط كأنه طبخة، حياتك دي أشبه كأنها طبخة. انت بتعمل أكلة جواك، فبينتج عن الأكلة دي أقصد بيها حالتك النفسية أو حالتك الشعورية أو كل حاجة بتحصل جواك من أفكار وحاجات انت مصدقها ومشاعر وكده. ده الأكل نفسه جوه الحلة، بينتج بقى عن الأكلة ديت ريحة، صح؟ فتخيل انت منزعج جدا من الريحة اللي طالعة من الأكلة دي، وعمال ترش في معطر في الجو، مش عاجباك الريحة، وسايب الأكل على النار، والأكل هي اللي بتطلع الريحة، بس انت مش عارف ان دي سبب دي. انت متدورش على اللي بره، ركز على اللي جواك. دي حاجة من الحاجات اللي بيتعلمها بيعرف فعلا يعني ايه نعيم. فاللي انت محتاج تعمله انك تبدأ تفتح الحلة، يعني انا جاي اقولك كده في الفيديو ده، افتح الحلة وشوف الاكل اللي انت بتطبخه غير فيه. جايز انت تكون بتحط مثلا بهارات زيادة، هي اللي مخليه الريحة وحشة، او هي اللي مخليه الطعم وحش. جايز في بهارات تانية انت ما تعرفش عنها حاجة، لو حطيتها في الاكلة بتاعتك هتلاقي الريحة طلعت جامدة جدا، او هتلاقي الطعم بقى حلو جدا. ماشي يا عم نادر، انا خلاص فهمت ان انا هبص على اللي جوايا وابدا اظبط اكلتي واحط البهارات المعينه طب ثواني، اجيب البهارات دي منين يا عم نادر؟ او بالمعنى بقى التاني، ازاي بقى اتعلم الحاجات اللي لو طبقتها على نفسي هلاقي بقى فعلا يعني مقابل لده في حياتي الخارجية. يعني من الاخر اغير ايه في نفسي يا عم نادر علشان الاقي نتيجة في حياتي الخارجية. انا عارف الاحساس ده كويس، عملت كل حاجة
والصوت ده في دماغي عمال بيزيد كل يوم اكتر. يا عم انا قلتلك انت اصلا ظروفك مش مناسبة. يا عم خليك واقعي، لازم يكون في حد بيساعدك، لوحدك هتعمل ايه؟ وانا عارف لازم ما استسلمش للصوت ده، ولازم اكافح وعافر وكل الكلام ده، بس خلاص مش قادر. احنا بنسمي الاحساس ده بالاحباط، شوية يأس على خوف على خجل على غضب مخلوطين مع بعض، احساس قذر قوي. عندك حق، انا برضو كنت فاكر زيك كده. الفيديو ده انا مش عامله علشان احفزك، القناة دي مش علشان التحفيز، ولكن عامله علشان اوصلك المعلومات والمعرفة اللي ساعدتني ان انا اعرف ازاي اتعامل مع الاحساس ده او المشكلة دي بتاعت الاحباط ايام ما كانت مشكلة. وانا متأكد انك لو طبقت فعلا الفكرة او المعلومات اللي انا عايز اوصلها لك في الفيديو ده، هتقدر ان انت تفهم نفسك اكتر وتفهم كل مشاعرك، وبالتالي تحل المشكلة دي لو عندك. كل المشاعر بتاعتنا بتخدم كرسائل مبعوثة من مخك لحضرتك، وفي الرسالة بتاعتنا او الشعور بتاعنا النهاردة اللي هو الاحباط، مخك بيحاول يقولك انتبه، الهدف بتاعك لسه ما تحققش. اول خطوة في علاج مشكلة الاحباط او في الحقيقة علاج اي شعور سلبي هو انك تفهم كويس انه مش عدوك ومش غلط ومش مشكلة. كل الانفعالات عبارة عن طريقة مخك بيكلمك بيها. فالفكرة كلها اننا نفهم لغة المخ دي. انت حطيت هدف قدامك او قلت انا عايز اعمل كذا، بمجرد ما تحط هدف قدامك عقلك بيحضر رد فعل من اتنين، هو متبرمج على كده، اما يكافئك او يحذرك. المكافأة بتبقى في صورة احاسيس ممتعة جدا زي النشوة او السعادة او المتعة، وده طبعا لو هدفك اتحقق. ولكن لو هدفك ما تحققش، وخاصة لو كل اللي حواليك وكل حاجة حواليك بتقول ان الهدف ده صعب يتحقق، فهو بيحذرك وبيقولك خلي بالك الهدف اللي انت حاطه قدامك ما تحققش وصعب يتحقق. وطبعا الشعور ده اللي احنا بنتكلم فيه في الفيديو ده اللي هو الاحباط. اللي انا وانت بقى هنعمله دلوقتي حالا هو اننا هندخل في اعدادات عقلنا او مخنا ونغير البرامج دي، نغير ردة الفعل دي. احنا مش عايزين التحذير ده، مش محتاجين. حاجة لذيذة جدا لما تفهم عقلك بيشتغل ازاي وتدخل في اعداداته وتلعب فيها براحتك. ما علينا، خلينا نكمل. في الاول خليني اسألك سؤال، هل في اي وقت غير دلوقتي؟ هل انت تقدر تعمل اي حاجة في اي وقت الا دلوقتي؟ طبعا ما تقدرش. بدل ما تحط الهدف اللي انت عايز تعمله او الحاجة اللي انت عايز تعملها في المستقبل وتجري وراها او تسعى انك تحققها، ماذا لو قدرنا ان احنا نجيب الهدف ده في اللحظة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، اللي هي زي ما احنا لسه متفقين اللحظة الوحيدة؟ ماذا لو انت قعدت النهاردة وسألت نفسك، هل انا دلوقتي حالا في اللحظة اللي انا بسمع فيها الفيديو ده، هل انا فعلا من جوايا الشخص اللي انا بحلم اني اكونه؟ لو انا هدفي مثلا الحرية المالية، هل انا فعلا حاسس بالظبط من جوايا زي واحد عنده حرية مالية؟ لو انا حلمي ان اكون مطرب كبير جدا مشهور بيلهم الناس وبيخليهم دايما مستمتعين، هل انا حاسس من جوايا بالابداع ده؟ لو حلمي ان اكون لاعب كورة مشهور، هل انا من جوايا شخصية لاعب كورة مشهور؟ هل عاداتي عادات لاعب كورة مشهور؟ ولا انا دلوقتي من جوايا واحد ولا حاجة بس نفسه يكون حاجة؟ الوهم اللي انا وانت تربينا عليه هو ان احنا ولا حاجة لغاية ما نعمل حاجة. اهميتنا بتتحدد على حسب اللي احنا بنعمله. اهم حاجة تذاكر وتجيب درجات عالية وتبقى احسن من قرايبك كلهم، لكن كم مرة وانت صغير حد سألك قالك انت حاسس بايه؟ للأسف في بعضنا عمره ما سمع السؤال ده قبل كده. كل اللي سمعناه اجري، خليك احسن حد، هات احسن حاجة، احصل على
أعظم حاجة، اجري اجري اجري. ولو محققتش النجاح ده الأحكام مستنياك، انت فاشل، انت ما تستاهلش، انت أصلا ما تنفعش. فلو انت دلوقتي في أعماق الإحباط، فعقلك بيصرخلك وبيقولك انت محتاج تقف. الفكرة اللي أنا عايز أقدمها لك في الفيديو ده هو إنك تحول كل تركيزك وكل طاقتك في اللحظة اللي انت فيها بس، مهما كانت عادية، مهما كانت بالنسبة لك يعني وأنا قاعد بتفرج على الفيديو ده ايه المهم في كده، أحط تركيزي في كده ليه؟ زي ما قلت لك من شوية، اللحظة العادية اللي انت فيها دي هي كل اللي معاك، واللحظة الوحيدة اللي انت بتعيشها. كل ثانية، كل كلمة، كل حركة، كل فكرة بتشكل الشخص اللي انت بتكونه دلوقتي. هو ده السر. الحقيقة هي ان مفيش اي لحظة جاية هتكون اهم من اللحظة اللي انت بتعيشها دلوقتي. خلي اللحظة اللي انت فيها دلوقتي مهما كانت هي أولوية بالنسبة لك. ما تستناش وقت جاي بعدين في المستقبل تكون فيه مطرب مشهور أو لاعب كرة مشهور. دلوقتي حالا شوف انت ممكن تعمل ايه حالا، وكون دلوقتي لاعب كرة مشهور أو مطرب مشهور. ولو عشت بس في اللحظة دي وبقيت مستمتع في الفعل البسيط جدا اللي انت بتعمله يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، لغاية ما توصل لمرحلة انك خلاص بقيت حاسس بشبع او احساس كده من اليقين جواك ان كده كده وقتي هيجي، بس خلاص انا دلوقتي مش محتاج. كل الناس اللي حواليك شايفينك عادي، بس انت من جواك شبعان وعارف انها جاية بس تيجي براحتها. انا مش مستعجل، انا خلاص من جوايا شبعان من الفعل، مستمتع في كل لحظة، مش فارق معايا اللي جاي، لاني متأكد اللي جاي هيكون انعكاس للي جوه. افتكر دي، اللي بره انعكاس للي جوه. افتكر حالتك دلوقتي، عقليتك دلوقتي هي المهمة. حط تركيزك في دلوقتي واهتم بانك تخلق شخصية جديدة جواك، وبعد فترة هتلاقي العالم الخارجي مقدموش اي اختيار غير انه يعكس الشخصية اللي موجودة جواك. انا نادر رجب، واشوفك في الفيديو اللي جاي، وسلام.